من قلب سيناء بنحكي حكاياتنا ونحفظ تراثنا. شمال سيناء مش مجرد مكان على الخريطة، دي أرض لها تاريخ وتراث بيحكي حكايات أجيال وطبيعة لها طابع خاص. تعالوا نعيش رحلة قصيرة بين أهم الأماكن في شمال سيناء، من قلب التراث السيناوي الأصيل العريش، قلب شمال سيناء النابض، مدينة البحر والنخيل. هنا التراث بيبان في تفاصيل الحياة اليومية، في البيوت، في الأسواق، وفي لهجة الناس البسيطة اللي بتحافظ على عاداتها جيل بعد جيل. بلاد العبد معروفة بأراضيها الخصبة ونخيلها ومكانتها الكبيرة في حياة أهل سينا. الزراعة هنا مش بس مصدر رزق، دي جزء من التراث السيناوي اللي بيعكس علاقة الإنسان بالأرض. الشيخ زويد أرض الصمود ومكان ليه تاريخ طويل في شمال سيناء. أهلها معروفين بالكرم والتمسك بالعادات البدوية الأصيلة، من العرف للزي ولطريقة الحياة. رفح مدينة لها مكانة خاصة في شمال سيناء، شهدت أحداث كتير لكن فضلت محتفظة بروحها السيناوية. التراث هنا باين في الحكايات الشعبية وفي ذاكرة المكان. الأماكن في شمال سيناء مش بس جغرافيا، دي ذاكرة وتراث، من الخيمة البدوية للأدوات القديمة للأغاني والحكايات. كل تفصيلة بتحكي قصة من قصص سيناء. شمال سيناء ستظل أرض التراث والأصالة، حكاية مكان وإنسان. لو حابين نكمل الرحلة ونتعرف أكتر على تراث سيناء، استنونا في فيديوهات جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. التراث السيناوي أمانة في رقبتنا وحكاية بنكملها سوا.